السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله أول يوم في تحدي التخسيس. بعتذر لكم على التأخير. بقالي كام يوم كنت تعبانة، ويعني رحت للدكتور كذا مرة علشان عينيا جالي ميكروب فيها كده، وكانت تعبانة جدا جدا. تعرفين طبعا أغلى حاجة العين، فالموضوع كان موترني قوي ومكنتش عارفة أعمل أي حاجة. فالنهاردة أول يوم للدايت. الحمد لله بدأت أتحسن. ده اول يوم في التحدي بتاعنا ان شاء الله، يعني هنكمل لحد رمضان، هنكون صايمين. انا عن نفسي هصوم، ممكن اصوم اسبوع والاسبوع التاني ايام عادية. هحاول انوع لكم، او يعني اكيد مش هيكون اسبوع كامل، يعني يوم كده ويوم كده تمام. ولو صمت يومين ورا بعض برضه هنزله لكم. اول حاجه طبعا زي ما قلت لكم السحور. ممكن ناخد بيضتين مسلوقين، او بيضايه وثلاث معالق فول، او ثلاث معالق فول وجبنه، او قطعتين جبنه قريش، او فول بس من 4 معالق كبار. ممكن برضو تاخدي معاهم بيضايه زي دي صغيره كده. وطبعا خيار او اي سلطه خضراء، انا اخدت خيارتين. واتنين توست او نص رغيف بلدي. طبعا انت ممكن تاخدي نص رغيف بلدي، او توست او رغيف سن. تمام. طبعا ده توست اسمر معمول من الدقيق الاسمر وتقريبا عليه رده. ده انا بجيبه واحطه في الفريزر، بطلع منه بسيبه يعني بره شويه، بتلاقيه هو خلاص بقى طري زي ما احنا شايفين كده، مش بيحتاج تسخين. لكن لو سيبناه هيفرول طبعا، وساعات بيعفن. ما ينفعش يتساب بره التلاجة. وطبعا بيبقى له مده معينه بتسيبيه فيها في التلاجة، حوالي 6 ايام تقريبا. وساعات بسيبه اكتر من كده، يعني مفيش مشكله طالما محفوظ في الفريزر. طبعا ازازه الميه اهي، اشرب ميه كتير. ده بالنسبه للسحور. وطبعا هاخد الزبادي، ثواني هجيبه. هناخد علبة زبادي من الحجم ده طبعا بعد السحور. حتى لو انت عايزة تاخدي علبة صغيرة مفيش اي مشاكل. المية طبعا هنشرب مية كتير، حتى يعني نعوض عشان احنا هنكون صايمين ساعات كتير طبعا. غير الصيام المتقطع. الصيام المتقطع بنشرب مية وسوائل من غير سعرات، لكن طبعا الصيام العادي مفهوش يعني شرب طبعا. فهنشرب مية نعوض الفترة اللي احنا مش بنشرب فيها. سوري، مش صايمين فيها، هنشرب مية كتير. تمام كده. بس هنحاول طبعا ما ناخدش ليمون على الزبادي لو انت هتاخديه يعني قبل ما تصومي، علشان ممكن يعطش او حاجة. ممكن يستحسن انت تاخديه كده. ممكن لو بتجوعي تحطي عليه معلقة بذور شيا او معلقة بذر كتان، حلو جدا. هنقدر برضو نطبق، ناخد الوصفة بتاعة الثوم والبقدونس والليمون. ناخدها برضو اثناء الصيام، هتكون طبعا قبل الفطار، لانها طبعا بتبقى على الريق، فممكن ناخدها قبل ما نفطر بشوية صغيرين. يعني نصلي المغرب وبعدين نرجع نفطر، يعني هي تكون قبل الصلاة. حلوة قوي. ممكن برضو تفطري على تمراية كوباية مية وبعد كده تاخديها، علشان في ناس معدتها بتوجعها من التوم. بس هيكون ده السحور بتاعي ان شاء الله، حلو جدا ومشبع. وطبعا هشارك معاكم ان شاء الله يومي كامل النهارده. بالنسبه للناس اللي هتابعهم، انا طبعا جالي كومنتات كتيره على الفيديو اللي هو بتاع التحدي، هحطه لكم في اخر اخر الفيديو. وكمان هحط لكم في صندوق الوصف او في اول كومنت، علشان الناس اللي عايزه تشترك معانا في التحدي او عايزه تطبقه تشوفوا. هو نظام سهل جدا، ما فيهوش اي حرمان. شوفوه وابدأوا معانا. يعني النهارده لسه اول يوم، ابدأي لحد رمضان، مفيش اي مشاكل. طيب الناس اللي فازوا معانا او اللي انا هتابعهم، انا طبعا اخترت الناس اللي اكتر تفاعل على القناة دايما. مفيش حد اعرفه فيهم ولا اي حاجة، عشان بس محدش يفكر ان انا مختارة ناس معينة. الاسماء دي هقولها، وهيبعتولي على الانستجرام. لو ما عندهمش انستجرام مثلا، يعني مش عليه، فممكن يبعتولي الفيسبوك بتاعهم وانا هبعت لهم. هم 3 اشخاص، اخترت 3 مش 2، حسيت ان 2 هيبقى قليل. هيكون المتابعة كالتالي: ان انا اي سؤال هيستفسروا عنه او نظام متابعة يبعتولي صور اكلهم، هكون معاهم باذن الله في الوقت طبعا انا هكون فاضية فيه. اول اسم انجي انديل او انجي قنديل، ده اسمها بالعربي. انجي بعتيلي على الانستجرام اللي هو ضحى DOHA لايف ستايل 26. ده الانستجرام بتاعي، وممكن اي حد يضيفني ان شاء الله. هتفاعل عليه اكتر الفتره الجايه، لاني انا بقالي فتره مش متفاعله خالص عليه، او ما تفاعلتش اصلا علشان الوقت وكده. بس ان شاء الله هحاول اتفاعل الفتره الجايه. تاني اسم معانا هند ابراهيم. هند اللي هو هند ابراهيم اللي هو بالانجلش، هي طبعا متابعه جيده جدا للقناه. HEND ابراهيم IB
RAHMIME تقريبا. انا مش فاكره قوي هي كاتباها بالاي ولا بالايه، بس هند ابراهيم. تالت اسم معانا اللي هو سارة كوين. طبعا سارة يعني على كل الفيديوهات متفاعلة جدا. سارة SARA. كوين اللي هو QUEEN. سارة كوين. هتبعتوا لي يا جماعة زي ما قلت لكم على الانستجرام ضحى اندرسكور لايف ستايل 26، وان شاء الله اكون معاكم. اللي مش عنده فيهم انستجرام يبعت لي، وانا يبعت لي الفيسبوك بتاعه، حتى رقمه واضيفه على الواتساب. طبعا انا عارفه الناس يعني محددين، فما فيش حد يبعت لي تاني ما يكونش مختاراه يا جماعه. وان شاء الله هعمل مسابقات تانية وحاجات تانية. بالنسبة للناس اللي سألوا على رقم واتساب او كده، للأسف انا مش هقدر اعمل كده، لان طبعا انا مش هيبقى عندي وقت ان انا يعني احنا 300 وداخلين على 330، فمستحيل ان انا اقدر اتابع مع 330، ورسائل طبعا هتجيلي كتير. فانا عشان ما اكونش اعمل حاجة انا مش قدها مش هقدر. اكيد طبعا احنا بشر وهيبقى فوق طاقتي جدا، وكمان عندي بيت واسرة وكده يعني كفاية ان انا بعرف اصور فيديوهات والله بالعافية. بالنسبة كمان للناس اللي عايزة رقم موبايل، كل اليوتيوبرز اللي عملوا أرقام وادوها للقنوات، لا إما مش بيردوا عليكم. يعني في ناس كتير قوي بتبعت لهم مش بيردوا، وده طبعا أنا ما احبش إن أنا أعملها، إن حد يبعت لي وما ردش عليه. أو إن هما بيجي لهم معاكسات طبعا، وبيجي لهم مضايقات، او بيجي لهم ضغط، وفي ناس بترن على ناس بالليل والفجر. فانا مش حابه يحصل اي مشاكل. احنا خلينا كده مع بعض باذن الله. هحاول اتفاعل معاكم اكتر على الانستجرام وانزل لكم صور وكده. ولو عرفت برضو على الفيسبوك اعمل صفحه يعني خاصه بالقناه. مش عايزه اطول عليكم، بس الاول بقى قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا انزلوا اعملوا لايك علشان اتشجع اكتر وانزل لكم باقي فيديوهات التحدي باذن الله. هعمل صينيه بطاطس، هم طلبوها مني في البيت. انا كنت ناوي اعمل صينيه كوسه. نسيت اقول لكم ان الخضار السوتيه ممكن يبقى ني في ني. الطماطم ما فيهاش مشكله. بتعمليها عادي ني في ني، ما بتعملهاش صلصه ولا حاجه. هي طماطم على بصل على شويه توابل مع الكوسه، وهي بتحط الفراخ عليهم وتدخليها، يعني اللي هو يبقى ايه، فراخ مشويه بالكوسه تمام، او كوسه بالفراخ. النهارده بقى هم قالوا لي اعملي صينيه بطاطس، فانا كنت هعمل جنبها شوربة خضار، فقلت يعني انجز وقت مش مشكلة. الناس اللي قالوا لي كمان مش بيحبوا شوربة الخضار تستغنوا عنها بالسلطة، خدوا بروتين وسلطة تمام. والناس اللي بتجوع قوي قوي مش قادرة تستحمل، ممكن تاخدي نص رغيف معاهم بلدي، او توستاية انا قلت لكم، او رغيف سن ماشي كده. بالنسبة للغدا بس الأحسن إن احنا نشيل نشويات من الغدا أو الفطار اللي هو لو هتصومي، ونخلي النشويات بس في الفطار في اليوم العادي أو في السحور في فترة الصيام. لو احنا بقى المفروض، انا ما كنتش عارفه بصراحه ان انا يعني هعمل بطاطس في الفطار. كان على اساس ان في السحور اخدت عيش او قصدي توست، على اساس ان انا يعني هاخد في الغدا كوسه ماشي. بس فهاخد قطعتين كده بطاطس. يعني البطاطس اصلا قلت لكم نشوياتها بسيطه مش كتير خالص. بتبقى حوالي 80 سعر المتوسطه. ممكن لو هتفطري في الايام العاديه فطار يعني فول مثلا او حاجه، تاخدي جنبي بطاطساية مهروسة او جبنة برضو او بيض. وبرضو لو هتتسحري ممكن برضو تاخدي بطاطساية مهروسة عادي جدا كنشويات للوجبة، مش هناخد جنبها عيش. بس كده. انا هنا قطعت البطاطس، عصرت طماطم، بشرت بصلة او عملتها في الكبة زي دي عاملاها للفراخ، لسه هتبل الفراخ. وحطيت كمان 3 فصوص توم وملح وفلفل. مرضيش ازود توابل كتير، ممكن تحطي توم باودر، بس انا قلت بحط الحاجه فريش احسن. ويعني هخلي طعم الحاجه طبيعي. بطاطس سوري الفراخ، واحطها على الوش، بحطها تغلي غلوه كده في الاول على النار، بعد كده بدخلها الفرن بقى. وممكن تضيفي كمان معلقه صلصه على الطماطم. بس مش هطول عليكم بقى، هوريكم بس الغدا على طول. سوري الفطار على طول. زي ما شفنا كده الغدا بعد ما غرفته طبعا. معلش جالي ضيوف فاضطريت اصور كده الطبق في المطبخ، ما صورتش السلطة. عملت سلطة خضراء، اكلت معاها سلطة خضراء خس بقى وخيار وفلفل وكده. ما كترتش طماطم الحقيقة، وركزت ان انا اخد انا جزء كده سلطة يعني تكون خضراء. اخدت ربع فرخة زي ما احنا شايفين مشوية جميلة جدا جدا، دهنتها كده صلصة طماطم قبل ما ادخلها الفرن. زي ما قلت لكم بغليها غلوة الاول، بعد كده بدخلها. طعمها كان رهيب بجد. دي كده كام بطاطساية، يعني كام حتة بطاطس، يعني تقريبا نص بطاطساية، لان احنا قلنا في الفطار او يعني الفطار لو احنا صايمين، او في الغدا واحنا بنتغدى ناخد نشويات قليلة، لان احنا قلنا هناخد نشويات في وجبة الفطار او الفطور ووجبة السحور لو احنا هنصوم يعني.
بس ممكن طبعا تاخدي اي بروتين، مش شرط فراخ ولا لحمه ولا سمك، ممكن جبنه قريش، مشروم، بروكلي، حبوب كمان عادي جدا. طبعا دلوقتي عندي حاجة كده بسيطة او سناك بين الفطار والسحور لتاني يوم. طبعا انا خلاص فطرت بعدها كده على الساعة 10 ولا حاجة، حابة اخد سناك، هاخد الشاي الاخضر ده. ده فيه 25 باكت تقريبا. اللي هو ربيع بالشاي الاخضر بالنعناع، جميل جدا على فكرة، طعمه حلو قوي، بشربه من غير سكر. كمان ممكن تزودي له قيمة او يعني عشان يساعد على التخسيس وحرق الدهون اكتر، حطي عصرة ليمون. احنا قلنا عايزين ناخد شاي اخضر مرة او اتنين في اليوم، حلو قوي، بيحرق حوالي 80 سعر في اليوم. وكمان في مضادات اكسدة وبيعالج السرطان، يعني بيمنع الامراض السرطانية، ربنا يعافينا جميعا. ضفت عليه مية سخنة، طبعا المج كبير ف جه لحد نصه كده، بس هو ده يعني مقام كوباية عادية. هاخد كمان معاه تفاحية. تمام كده. طبعا احنا قلنا الناس اللي عايزة تتسحر وجبة مثلا او بالجوع، اللي هو وجبة يعني بين الفطار والسحور، الناس اللي هي وزنها كبير ممكن تاخد 3 معالق شوفان مع 3/4 كوباية حليب او تلتين كوب حليب خالي الدسم او شايل القشطة من عليه، ومعاهم معلقة عسل كوجبة سناك. هقطع دلوقتي التفاحة دي وهاخدها طبعا. يعني ممكن اخد التفاحة اكلها بسرعة كده على ما الشاي يبرد، علشان ما اخدهمش مع بعض يعني. نسيت اختم معاكم الفيديو معلش، فيا ريت تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة. والناس طبعا اللي ماشية عادي مش صايمة، ان شاء الله هنزل لكم ايام تانية. النهاردة كان يوم تقليدي خالص، بس حبيت اشاركوا معاكم واشجعكم. يا ريت بقى تبداوا على طول، عندكم النظام شرحاه، فمش مستاهله ان انتي تستنيني انزل يوم عشان تطبقيه، لا هو النظام عندك، انا بس يعني بشجعكم كده وبديكوا دفعه. فحاولي تبداي على طول، لان خلاص رمضان على الابواب. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.